ليه في فئة كبيرة من الناس بيكون عندهم جينات طول قوية بس رغم كده بيوصل بيهم الحال انهم ما وصلوش لاقصى مرحلة من جيناتهم؟ فئة كبيرة جدا من الناس بيحصل معاها كده. تعالوا نعرف ايه السبب واعرفك كمان هل لسه عندك فرصة تطول ولا لا. اول حاجة عايزك تعرفها انه مفيش تمرين في الدنيا بيخليك تطول فعليا. يعني فكرة العب عقلة وهتطول تشيلها من دماغك خالص. مفيش دراسة واحدة اثبتت انه العقلة هتزودك سنتي واحد. كل اللي بتعمله العقلة انها بتفرد ظهرك بس، وده بيخليك تبان اطول. طيب ايه اللي فعلا يخليك توصل لاقصى مرحلة من جينات الطول عندك؟ عندك 3 حاجات هتركز عليهم. قبل ما اقولك ال3 حاجات دول، لو انت شاب فلازم يكون عمرك تحت ال21 سنة، ولو انت بنت فلازم يكون عمرك تحت ال18 سنة. فانت لو اكبر من 21 سنة الفيديو ده مش ليك. ال3 حاجات اللي لازم تركز عليهم عشان تطول: الاكل، النوم، الرياضة. واللي يقولك غير كده اعرف انه بيبيع لك الوهم. بالنسبة للاكل، لو بتدخل نسب قليلة من البروتين والفيتامينات مش هتطول حتى لو جيناتك قوية. فالأكل اللي لازم تركز عليه في الفترة دي إنك كل يوم تدخل لجسمك نسبة بروتين كويسة. عندك مصادر البروتين كتير: البيض، اللحمة، الفراخ، السمك، اللبن، الجبنة. اختار المتاح ليك وضيفه في أكلك. بالنسبة للفيتامينات، ركز على فيتامين د والمعادن الكالسيوم والزنك، وضيف في أكلك خضروات، مكسرات، وفاكهة. فلو نظامك الغذائي ضعيف نموك هيكون ضعيف حتى لو جيناتك قوية. وكمان من أهم العوامل اللي بتساعدك تطول النوم. هرمون النمو بيتفرز في جسمك وقت النوم، والطفرة اللي بتحصل في الطول بتحصل وانت نايم. عشان كده لازم تنام من 7 ل9 ساعات، ويفضل تنام بدري عشان هرمون النمو بيتفرز بنسب أعلى بالليل. تالت حاجة عندنا الرياضة. أي رياضة فيها حركة وتمدد للجسم بتحفز هرمون النمو. الرياضات كتير طبعا، من أهمهم الجري والسباحة، وأي رياضة فيها رفع أثقال. واللي عايزك تعرفه إن في ناس بتطول في بداية عمرها من 14 سنة. في فئة تانية بتبدأ طفرة الطول عندهم متأخر، بعد 18 سنة يبدأ يطول. يعني الموضوع ملهوش مقياس محدد. ونصيحتي الأخيرة ليك، ما تسمعش كلام حد يقولك خد الحقنة دي هتطولك 10 سم زيادة، واللي يقولك خد هرمون نمو وهتطول تاني. الناس دي مش بتتقي ربنا وبتحاول تستغل نقطة انك عايز تطول، فكون راضي على الطول اللي وصلت له او اللي لسه هتوصل له ايا كان. ناس كتير بتكون واخده الموضوع ده نفسي زيادة عن اللزوم، وحاطين على نفسهم ضغط ملهوش اي معنى. في غيرك بيتمنى يوصل للطول اللي انت اساسا زعلان عليه. فالرضا مهم يا رجاله. اشتغل على نفسك وطور من الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها. ولو استفدت من الفيديو النهارده ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد يا وحش. سلام.